السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل فطير معانا، فطير فلاحي مشلتت. تاني كلاكيت تاني مرة، بس في فكرة جديدة النهارده هنعمل لكم فيها فطير شرقي ان شاء الله. خليكم معايا وانا هوريكم احنا هنعمل ايه. زيت نضيف يا جماعة، مش اي زيت تستعملوه. الصينية معلش هتفضل تروح وتيجي. عماد يا صفر يا جماعة، سمنة بلدي، حط زبدة، زبدة بيضة يا جماعة. اتقطعت منك اتقطعت ما تقلقش، اهم حاجة اللي هي من النص ما يحصلهاش حاجة. انا بعمل كذا واحده صغيرين بنجمعهم مع بعض، وبعدين في واحده كبيره في الاخر بنلم بيها الفطير بتاعنا كله اللي احنا عاملينه. اهو يا جماعه، اهوت ده الصغير وده الكبير اللي احنا هنجمع بيه في الاخر، ونغطيه. لازم يتغطى بمشمع عشان اكيد هتشتغلوا في المروحه جوه حر ما يشافش النور. لازم الحروف لو اتقطعت منك مش مشكله اتقطع، لازم تكون رقيقه عشان لما نجمعها على بعض ما تبقاش تخينه. الحروف دي ما تكون تخينه ما تخليش الفطيره تبقى كويسه. سمنه بلدي، حته زبده، اللي انا عملتها الاولانيه. كل ما تعملي واحده تجيبيها تدخلي في بعض، هندخلهم كلهم في بعض لحد ما نجيب اخر واحده اللي هي الكبيره اللي خالص. هجمع بقى بقيتهم. انا هعمل كل فطيره فيها خمس وحدات من دول غير الكبيره، يعني هيبقوا 6. هخلص ال3 الباقيين وهجيبها لكم في اخر واحده ان شاء الله. كده يا حبايبي، دي الكبيره صفوا مقطعه لي الزبده اهيت. يا جماعه دول 5 رقات اللي انا عملتهم اللي هم الصغيرين. ودي الكبيره. اللي عاوز طريقه العجين في فيديو تاني للفطير بهاتوه اتفرجوا عليه. متنسوش اللي يعجبه القناه يشترك معانا يا جماعه، واكتبوا لي تعليق حلو كده. دي لازم تتحط وتتركي، ما بتتخرجش على طول، تتحط في الصينيه شويه سمنه بلدي وزبده وتتركي. ارجع لك تاني.
ده يا حبايبي كان الفطير الشرقي اللي انا قلت لكم عليه، وهنعمله بالسجق. صلوا على النبي كده يا جماعه. معانا هنا طماطم، فلفل اخضر، سجق بلدي. نحط كل حاجه نيه عادي يا جماعه، تستوي في الفرن، لان هي بتقعد فتره طويله في الفرن. ولو جينا حطينا السجق على النار، لو شم النار بيتهرى، ما بيبانش. يا حبيبي مش هنكتفي بالطبقه دي بس، في واحده كمان هنفردها كبيره زي دي عشان تحميها متبقاش رقيقه. خليكم معانا، نشيلها وخليكم معانا. يا حبايبي الطبقه التانية هنحط حته زبده عشان تبقى مورقه معانا. دي زبده بيضه يا جماعه مخصوصه للفطير، مش الزبده الصفرا. ده اسمه فطير شرقي، بيبقى محشي يا اما سجق يا اما لحمه مفرومه بتبقى كفته، فاحنا عملناها بالسجق يا جماعه. اهي ما بتتبططش الوقت، لازم تسيب ترتاح وبعدين بتتبطط على المستوى اللي انتوا عايزينه. التانية بقى ان شاء الله وريكم. دي يا جماعه نحط فيها جبنه بندق. صلوا على النبي يا جماعه كده. انتوا اكتبوا لي تعليق حلو لو الفيديو عجبكم. حبايبي انا كده بططتهم وحطيت على وشهم زبده اهو، وهدخلهم ان شاء الله الفرن. بسم الله، انا مسخنه الفرن اهو. ادخل الصينيتين، ادخل الصينيتين بسم الله اهو يا جماعه. انا هدي شويه كمان من الجوانب واسيبهم في الفرن بقى شويه، ولما اجي اطلع هوريلكم يا حبايبي. في الفرن اهي ما شاء الله اهي قبه اهي. ومقف يا صفو، ومن تحت لسه شويه، انما دي ما شاء الله دي المحشيه يا جماعه السجق اهي. ومن تحت الصلاه على النبي ايه يا ولاد، باينه؟ طب ارجع لورا شويه عشان بس هي حمراء، هي حمراء اكتر من اللي في الكاميرا. لا لسه، لا انا بقول هي حمراء اكتر من اللي في لا هي ما شاء الله هوريها لكم في النور عشان ابعدي شويه عشان الحراره بتفصل التابلت. دي لسه شويه اللي هي الساده، لسه شويه من تحت، ودي لسه شويه من فوق، فههدي على دي. هي ما شاء الله من فوق اهي احمرت بقت جميله اهي اهي يا بريك. عايزه تحمر شويه من تحت، فانا هسيبها شويه من تحت تحمر
وهتابع دي. ايه يا حبيبي، صلوا على النبي يا جماعه. اهي من تحت ما شاء الله اهي، ومن فوق. وديت المحشيه اهي حته جامده ما شاء الله اهي، محمره اهي من تحت. انا مش هشيلهم، هسيبهم في الصينيه شويه لحد ما يشربهم الدهون بتاعتهم عشان ما يبقوش ناشفين. والصينيه اهي هسيبها عليهم 5 بس كده. كده يا حبايبي صلوا على النبي. ده كده الفطير الساده اهو ما شاء الله، وده الفطير المحشي. تخشي معايا في تحدي؟ ماشي. تخشي معايا في تحدي؟ اه. هناخد واحده سجق وواحده ساده، وهنقسم الاتنين، النص من دي والنص من دي. طب ورق مقص؟ حجر ورق مقص بس على 30 ثانيه، كل جوله على 30 ثانيه، مش ازيد من كده. ونشوف مين اللي هيخلص، ونشوف مين اللي هيخلص الاول. ولا عاوزه في كله؟ في كله كله 30 ثانيه، كل جوله 30 ثانيه، يبقى الوقت موحد، مفيش اكتر من كده. ماشي. ماما انا عاوزه نعم. اسالك سؤال. ايه؟ هو الفرن ده جايباه في جهازك ولا بابا هو اللي جايبهولك؟ لا، هو ما كانش على ايامنا فرن غاز، كان بوتاجاز وثلاجه وغساله وكلام من ده، انما فرن غاز لا. امال كنت بتستشوري يعني بتجيبي ايه يعني هدوم بس؟ بستشفر ازاي؟ يعني بتجيبي بجهازك يعني كنت جايبه بس هدوم بس؟ هو جهازي يعني استشواري؟ اه. شواري، الشوار اللي هو الجهاز. وبعدين انت جبت الكلمه دي منين؟ احنا عمرنا ما قلنا الكلمه دي ولا انا قلتها، جبتها منين؟ بتفرج على فيديوهات كده. لا يا اختي، كنت جايبه المطبخ بتاعي بالادوات الكهربائيه بهدومي، ما كانش اكتر ولا اقل. وكان يعني بابايا بيجيب هديه كده ذهب يعني. كان في سلسله وخاتم ذهب مع الشبكه مع المطبخ وهدوم والمفارش اللي هي بتاع الشقه، الملايات والحاجات دي. انما المراتب والسجاد والحاجات دي كلها كانت على بابا، العريس. على العريس، مش زي دلوقتي. يلا اقفلي، يلا يا حبايبي. مع السلامة. إذا متنسوش كان عجبكم تعملوا الفيديو لايك حطوا لي قلب حلو كده، لايك حلو كده زيكم، واشتراك في القناة واكتبوا لي تعليق واشتركوا في القناه. وفعلوا اللي زر عايز الجرس. يشوف الفطير مورق ولا لا يخش على فيديو التحدي يتفرج عليه. باي باي. باي. خدوا مني البوسة دي.